محمد رضا على القايم البعيد، هوبا وجوه الجول، لكن يا ترى يا هل ترى مفيش فار. حكم اللقاء بيشير ايه من القلب. محمد رضا مره ثانيه بيعلق واحده والارتقاء على خطيره. احمد معروف بالهد حلوه، ولكن احمد معروف طويل القامه راجع يدافع مع زمايله. محمد صبري بيلعب العرضيه خطيره. فين منصف اطلع يا منصف على الكوره. كابتن محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي، اولا مباراه قويه جدا بين الفريقين، نقطه من ملعب نادي الكنس. شايف اللقاء ازاي ونقطه مكسب ولا لا؟ والله انا بنحمد ربنا الاول وبشكر فضله. النهارده اللعيبه ادت ماتش كويس، بس احنا عندنا 7 اصابات في الفرقه، دي اللي عامله لنا مشكله، ان 7 لعيبه غايبين في الفرقه. اللعيبه اللي لعبت النهارده كانت رجاله، عملوا ماتش كويس. كنا احنا نفسنا ناخد ال3 بونت، بس قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله فرقه ديكنس فرقه كبيره ومعاها جهاز فني على اعلى مستوى ومجلس اداره، وطبعا بشكرهم على استقبالهم لينا النهارده. باشمهندس خضر وبقيه مجلس الاداره باستقبالهم لينا النهارده، واهل تكنس ناس محترمه وقابلتنا مقابله كويسه، وبتمنى لهم التوفيق الفتره اللي جايه ولينا ان شاء رب العالمين. كابتن علاء نوح المدير الفني لفريق ديكنس، اديتهم مباراه قويه النهارده، تبدل الاداء في الشوط الثاني، التوفيق ما كانش محالفكم النهارده. يعني الحمد لله زي ما قلت لك الشوط الاولاني كان سجال بيننا وبينهم، ما كانش فيه فرص لا من هنا ولا من هنا، لكن الحمد لله الشوط الثاني احنا تسيدنا المباراه، بس ده امور طبيعيه، انت ممكن تبقى ماسك المباراه كلها وما تكسبش، فالحمد لله على النقطه، وبنلعب فريق كبير وفريق محترم ونفكر في اللي جاي ان شاء الله. كابتن مدحت فقوسه لاعب فريق بروكسي، اولا نقول لك مبروك النقطه، ملعب صعب، مباراه صعبه، النهارده تقول ايه؟ الحمد لله طبعا على الاداء الاول والنتيجه. طبعا فريق ديكنس فريق كبير وملعب صعب ان انت تيجي تلعب فيه وتطلع منه ب3 بونت. احنا كنا بنتمنى 3 بونت عشان نكمل في المنافسه، لكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على البونت، وان شاء الله ربنا يكرمهم في اللي جاي ويكرمنا ان شاء الله.